تاني بتكملة للفيديو بتاع الكنافة. هنعمل محشي. خلصت الكنافة بتاعتنا. عملت ايه؟ هنعمل مع بعض البرام الصغير ده كرنب محشي. طبعا انا عاملاه صغير ليه المرة دي. هو مش برام بالمعنى المفهوم، هو بس من المقلاية الكبيرة بتاعتهم بتاعت الفخورة ده او الفخار ده، بس لان البرام كبير وانا عايزه اعمل حاجه صغيره جنب الاكل، عشان طبعا انتوا عارفين احنا في صيام وما ينفعش ان احنا، مش مستحب يعني احنا نعمل اكل كتير، لان لو بات مش هيتاكل في الصيام برضه، هنضطر ان احنا نعمل اكل جديد وطازه، فنعمل على قدنا. انا هعمل الحله الصغيره دي او البرام الصغير ده اللي احنا شايفينه مع بعض. انا مش هعمله كالمعتاد طماطم وبصل وده، لا انا عملته قرون الكرنب دي. كنت طبعا الكرنب ده عندي كان في الفريزر اهو زي الفل وجميل، سبته لما فك وبس وابيض وزي الفل اهو. كنت مفرزاه في الفريزر اهو من قبل رمضان بزمان يعني بفتره يعني اهو. وعندي التسبيكه بتاعته طبعا احنا عملناها كتير مع بعض اهي، عملتها طازه النهارده. وهعمل بس البرام الصغير ده مع بعض علشان ما يتبقاش اكل، احنا في صيام ومش مستحب ان احنا نعمل اكل كتير، يعني مش عشان صيام نعمل اكل كتير. انا عملت قرن فلفل بس في القعريه بتاعت المقلايه دي اهو، كنت حبه صغيرين كده اهو نقفل. طبعا انا قبل كده عامله معاكم المحشي كتير اهو، بس برضو حبيت اعمله معاكم النهارده اهو. صباع زي الفل اهو، والورقه جميله وزي الفل اهي يا جماعه. حبه صغيرين كده ونلف الصبع اهو، مفيش فيه رز ولا اي حاجه، جميل اهو. بس انا مش عارفه ليه التفاعل على القناه وقف، مش عارفه. انا بعمل فيديوهات صامته وبعمل فيديوهات بتكلم فيها وبعمل فيديوهات ادعيه ومش عارفه ايه بجد اللي يريحكم يعني. ده طبعا جنب شغلي. اخدت القناه مش اخدها ان هي يعني على اعصابي ولازم ازعق ولازم ازعل ولازم اتخانق ولازم اعمل مشاكل، لا انا اخدها كده تعارف بيكم، اشوف اكسب اخوات جداد محترمين زيكم، وفي نفس الوقت برضو حاجة تدخل لنا دخل محترم، او بتعبنا برضو مش بمشاكل ولا بكلام وحش او بمشاكل مع حد او بمضايقه لحد. احنا مش داخلين يوتيوب عشان نضايق في الناس ونرازي فيهم، لا والله احنا داخلين نتعرف بيكم بناس باهلنا، باهل جداد يزودوا اهلنا يعني. شرف لينا ان انا اتعرف بيكم. طيب انا هعمل سطرين كده وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعه اهو. ومش معنى ان احنا في رمضان ان احنا يعني نتفشخر بقى زياده عن اللزوم ونعمل اصناف متعدده واصناف كتير، لا، نعمل على قد الموجود يا جماعه. بلاش الفشخره الكدابه دي، بلاش ان احنا نستلف ونعمل عشان احنا هنظهر على اليوتيوب. نظهر على قدنا بتواضعنا، ونظهر برضو محترمين، نظهر بشكل شياكه كده يجذب الناس، مش اي حاجه وحشه هي اللي بتجذب، لا. انا عامله دي برضو صغيره، نسيت اقول لكم ان احنا عشان عدد افرادنا صغيرين قليلين وولادنا برضو ما لهمش في الاكل الكتير، يعني مش هنفطر ويقوموا تاني ياكلوا بعد الفطار في رمضان، لا. مين هياكل تاني طبيخ؟ خلاص. فليه ما نعملش على قد الافراد الموجوده؟ طبعا انا عامله دي جنب اكل تاني، مش عامله برضو كتير، عامله لحمه وعامله كوبايه واحده بس من الرز البسمتي، عشان اللي عايز مثلا ياكل رز بشوربه وكده وملوش في المحشي، برضو نحترم اراء الموجود يعني. بس مش عشان كده نعمل حاجات كتيره وتترمى، لا، نعمل على قدنا يا جماعه. انا ما بعرفش اشتغل بالمعلقه، بدل ايدي نضيفه وده اكلي خلاص. انا مش هاجي انا اترسم ومن ورا الكاميرا اعمل بايدي، لا، انا بعمل هنا زي ما بعمل بالظبط.
في كلام كتير ببقى عايزه اتكلمه معاكم بس مش عايزه ادوشكم، فعلشان كده انا ساعات بختار الفيديوهات الصامته. بختار بعد مده كده ان انا اتكلم. المحشي في رصته خلف خلاف كده يعني، رصه من على اليمين كده وقصادها من على الشمال، واحده كده جايه واحده جايه، علشان لما نيجي نحط العقد بتاعه او الشوربه بتاعته او الصلصه بتاعته الكل يتشرب فوق وتحت، ولما يجي يستوى يتخلل الادوار دي البخار بقى ويتردد على الهيني كده علشان يبقى الصبع كده ايه مستوي من جوه. وتفردي الورقه وانت بتحشيها كده زي الفله. هو اصلا الكرنبايه دي كانت حلوه قوي، كانت قلب صغير كده وكلها بصراحه مدروسه ورق يعني، وفي الفريزر اهو وزي الفل بدالك رصاه وحطاه كويس. وبعدين انا يا جماعه ما بسلقوش قوي، انا يا دوبك انزله في الميه كده وهي بتغلي واشيله بسرعه. ما بحبش السليق اللي يهري الحاجه يعني، لانه كمان هيدخل في التلج وكده فهيستوي يعني، عشان تبقى الورقه حلوه كده في ايدكم وشكلها حلو وبيضه زي الفل كده. انا بحب الورقه ما بتكون ماسكه نفسها وفيها عروق حلوه كده، بتبقى حلوه، بتبقى ماسكه نفسها الورقه كده، بتبقى شوفوا بتبقى حلوه ازاي. انا بحب الورقه دي. طبعا ورق الكرنب غير ورق العنب في اللف، ده لف مستريح يعني. قرن فلفل معانا هنا هنحطه من الوسط كده علشان يطلع البخار على باقي شوفوا ما بعرفش اشتغل بيها المعلقه، معرفش، ربنا عطانا ايدينا عشان نشتغل بها وناكل بها ونعمل بها كل حاجه. بس لازم تبقى نظيفه طبعا. رمضان بسرعه بيجري والايام الحلوه بتجري، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا هنا الخلطه بتاعتنا طلعت كتير مع ان عامله كوبايه رز واحده، بس الصلصه طلعت بتحابشها بقى بالبصل بالبقدونس والشبت والثوم والحاجات دي كتير. عادي ممكن اغطيه في التلاجة، وبكره ان شاء الله مع الاكل اجيب مثلا كيلو كوسه واحشيه، يبقى كده صنف جديد عملته وبنفس المعيار بتاع المحشي اهو، لان الكوسه ما بتاخدش رز برضو، ما بتاخدش رز كتير. وهنا حطيت المحشي على النار من فوق، هحط له حبه تسبيكه كده اهو عشان عايزينه احمر يبقى حلو اهو. انا مسبكاها طبعا، انا ما بصفيش الطماطم اهيت. وهعمل ايه، وهحط بقى حبه ملح اهو، وهنزل على ده كله حبه شوربه سمينه كده اهو. هعمله وارجع تاني. يا جماعه انا ظبطت البرام اهوت، هغطيه بقى وهسيبه لما يبقى المحشي بتاعنا اهو بيشرب بقى الشوربه بتاعته بيشربها اهو، وريحته جميله ما اقولكوش بقى عليها. تاني مع بعض الفرن بقى بعد ما شلنا منه الكنافه، حطينا البرام الصغير اللي هو فيه البطاطس باللحمه وهنا المحشي، وهنسيبهم بقى كده يستووا على نار هاديه. وبكده يا جماعه جينا لنهايه الفيديو بتاعنا، وده شكل سفرتنا النهارده. اتفضلوا معانا، كل سنه وانتم طيبين. اخبار مراتك ابنك ايه؟